هتندمي على كل الكلام اللي انت بتقوليه في حق اميره. مش بهددك، انا بفهمك ان انت هتندمي، لانك انت هترجعي تزعلي انك غلطت عليها، لان هي اميره طول عمرها كلامها عليكي في اي منصه في اي مكان تيجي سيرتك فيه ما بتقولش غير ان جوجو اختي وصديقتي، وحتى لو في خلاف بيني وبينها برضه هتفضل صديقتي واختي. فالست عمرها بامانه الله ما قالت فيك حاجه غلط. انت الامر بيني وبينك انت يا جوجو، مش بينك وبين اميره. تمام؟ انا اللي سمعت الفويس مش اميره اللي سمعته. اميره ما تعرفش عنه حاجه، اقسم بالله اميره ما عرفته الا يوم انا ما اتكلمت. تمام؟ انا لما سمعت الفويس يا جوجو لا انت مش اخويا، هو بتوجهي لا الكلام. لا لا لحظه يا اخويا اميره، هو كان مبعوت لي وانا ما اتكلمتش. انا اتفاجئت لما انت اتكلمت ان طيب ان طيب الفويس اتبعت لك، بس طب اقسم بالله انا على لما العظيم اتكلمت ثلاثه فيه انا انه كان عرفتك مبعوت لي بيه من حاجه؟ الاول طب وانا انا ما عرفتك بيه؟ اتكلمتش. انا جبت لك سيره عنه يا اميره، ولا انت لا سمعتيه زيك زي لا الناس معايا وانا بتكلم عن جوجو بقول لا جوجو انا مش سمعته اوكي؟ زي الناس. طيب لا انا لو انا انسان مش سمعت. محترم يا جوجو وانا مش بعزك ومفيش معزه بيني وبينك، انا كنت غلطت. تمام؟ ولكن انا لما طلعت على المنصه اتكلمت كلمه بما فيه ان هو ملخص الموضوع. قلت جوجو مش اوكي، لكن لا سبيت عليكي ولا قلت ادبي ولا شتمتك ولا قلت اي كلمه تهينك. كلمت كلمه واحده لخصت اللي انا عاوز اتكلم فيه عشان ما افتحش امور تانية وادي حد فرصه انه يشمت فينا. تمام؟ لان انا كنت زعلان. ايه اللي زعلني؟ مش موضوع الكلمه مش ذو اهميه بالنسبه لي كتير، ولكن انا لما اجي مثلا ايه اتكلم وفي بيني وبين اميره حوار واقول ده اميره انت رحت اشتريت الاستاذ عبد السلام، طب روحي له خليه ينفعك. هنا الاستاذ عبد السلام لما يسمع الكلمه هيزعل من ابو بسنت. ليه بقى؟ لان الاستاذ عبد السلام ما شافش مني غير كل خير، ما فيش بينه حوار، ما فيش بينه وبينه غلط. طب ايه اللي يخليني انا اتكلم كلمه زي دي؟ عشان كده انا طلعت يا جوجو قلت الكلمه دي. من يومين اتنين انت يا جوجو لا طلبت مني ولا اتكلمت معايا على الخاص ولا طلبت مني ان انا اوضح لك الموضوع. انا اللي طلعت بنفسي قدام الناس كلها عشان ما حدش يشمت فينا، ووضحت الرؤيه للناس. ودي كلمه عابره وعاديه، ولكن ما كانش المفروض ان هي تتقال ولا تتحط في جمله مفيده. انتوا الحوار انتوا شايفينه يوم ما حصل المشكله بتاعت قفل القنوات بتاع فتحي، وانتوا كنتوا شايفين الدنيا احنا فيها لا عامله اخويا ازاي. استنى كمان والناس بالنسبه لده. بتقول لي انت ما طلعتيش دافعتي عن جوجو، اطلع ادافع عن جوجو ازاي والقناه متهكره وما فيش لينك؟ استاذ اميره يا اميره ازاي خلينا اطلع ازاي؟ انا بنتكلم عايزه في افهم. بص يا اميره يا اميره خلي يا اميره وليد لا ما خلينا هو يكمل. اللي بنتكلم. قبل كده يا اتقالت استاذ الكلمه دي اميره، وانا عندي في قناتي يا وانا ما اميره رضيتش ارد. اميره خلينا هطلع ادافع بنتكلم. ازاي وما فيش لينك والقناه متهكره وغاليه خلينا موجوده تحت اهي؟ اميره ممكن بعتت قالت لي كتابة على الخاص. كتابة يا أميرة، اميره طب كتابة خلي مش استني بقى يا يا لينك. ست جوجو، الكل استني يا يا جوجو. اميره غاليه يا بعتت اميره لي على الخاص وهي فوق عند 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 اخويا فتحي بعد ما وليد نزلت. يكمل يا اميره. بعتت تقول لي ابعتي قولي لفتحي ان انا صادقه طيب وان انا ما بطلعش عند هاله وان جوجو اللي عملت كده. قلت ما ردتش عليها. شفت الكلام وما ردتش طيب عليها. انا استاذ وتحت وليد، اهي تقول لي انت كدابه. استاذ وليد وقالت لي ممكن اتصلي على فتحي وصدقي على كلامي. صوت ما واضح يا ردتش استاذ عليها. وليد؟ يا صوت اميره واضح وكلمت يا واحده اميره يا هقول لك اميره لما عليها بعدين تتكلمي يا وقلت لها اميره استاذ اللي وليد. غاليه عملته ده يا غلط اميره لانها ضربت اسمعيني. جوجو في ظهرها، يا والكلام اميره ده من زمان. اسمعيني. اميره طيب اسمعيني شويه الله يخليكي. لما تتكلمي ما تخليش صوتك عالي عشان الناس ما تزعلش. احنا مش بنهاجم حد، انا احنا اسفه. ايوه داخلين. انا مش صوتها بزعق. عالي انا احنا غصب جدا يا عني يا وانت بنت اخت عشان الحلال اميره. تسمعوني. يا بنت الحلال، معلش حقك عليا. انتوا اخوات في الاول وفي الاخر. وانا عاوز الكلمه اللي انت كنت بتقوليها على المنصات في غياب جوجو دايما برضو توصلي لها المعلومه انك انتوا برضو اخوات. اللي تحت فالعصبيه دي سمعوني بدل ماشي. المره 2 وليد، و3. ماشي وليد ماشي، يبقوا يقولوا انت لها مش هم. محتاجه تقوليها. انا انا قلتها مش محتاجه اقول، هم انا يبقى قلتها. يقولوا لها. هم صوتك يبقى انا عالي يقولوا لها. قلتها جدا يا يا اخت بنتي يا اميره، بنتي صوتك عالي جدا يا اميره يا بصراحه. بنتي يا بنتي يا بنتي انا أميرة هقفل الصوت عليك عشان لو الرجالة سمحت تتكلم، لو معلش. لو سمحت يا اميره. اخويا وليد، اتفضل يا اخوي اخويا. وليد، اول شيء بصراحه تشرفنا فيكم